في التعامل مع موضوع عبد العزيز السعران، ولكن الملاحظ أو الموقف الذي نحتاج لتفسير فيه هو ما هو موقفكم أنتم من السعران؟ أولا أخي الكريم، يعني بالعكس هذا شيء طيب أن الأخ عبد العزيز السعران أو اللاعب عبد العزيز السعران يتجه إلى وكيل أعمال، وهذا أعتقد شيء حق مشروع له، واختار الأخ نواف المهدي، ونتمنى لهم للأخ نواف وللأخ عبد العزيز كل توفيق. احنا حكاية الأخ عبد العزيز السعران هي في معسكر ألمانيا المدرب شاف كل اللاعبين وشاف الأشرطة حقت السنة الماضية كاملة، ومن معسكر ألمانيا أبلغنا بشكل رسمي أنه والله غير يعني محتاج للاعب عبد العزيز السعران، وأصبحت القضية فنية لا أقل ولا أكثر. طبعا عبد العزيز السعران لاعب كبير ولاعب دولي ولاعب نعرف أخلاقه كريمة ويعرف علاقتي الشخصية فيه، يعني قديش أنا أحترمه وقديش الإدارة الشبابية تعتز باللاعب عبد العزيز السعران. لكن إذا المدرب مش مدرب مؤقت ولا مدرب جالس 3 سنوات، فأبلغنا بعدم رغبته، وإحنا كذلك بكل احترافية أبلغنا الأخ عبد العزيز من بداية عودتنا من ألمانيا، وقلنا له ابحث عن نادي وإحنا نساعدك، وجت عدة عروض، بس حقيقة عنده ممكن ظروف عائلية رفض أنه يخرج خارج الرياض. ومن بينها عرض التعاون كان في مكتبي الأخ محمد السراح وعبد العزيز السعران وأنا، على أساس نعمل له إعارة، ولكن ممكن لظروف عائلية خاصة بعبد العزيز ما استطاع أنه ينفذ هالإعارة، فعدم وجوده في تشكيلة الفريق سبب فني. عدم ليش والله أنتم أثرتوا تساؤلات إنه والله ليش ما يروح أو كذا، إدارة الشباب رحبت بشكل كبير إنه بالعكس يبحث عن هذا مصدر رزقه ولا نبغى نقطع رزقه، ونبغاه يعني يجد حظه أو يجد تكملة مشواره في نادي آخر، ولن نقف في طريقه نهائيا. هذه أيضا إجابة على بعض التساؤلات. تساؤلكم الآخر موضوع حقوق وكذا، نعم لعبد العزيز السعران بعض الحقوق عندنا وبعض جزء من عقده موجودة بالحفظ والصون وستسلم له بشكل طبيعي، فقط نحتاج إلى مخالصة نهائية من الأخ عبد العزيز. وأنا مبسوط أنه وكل وكيل أعمال، لأنه قد يكون وكيل الأعمال يفهمنا بشكل يفهم في بعض الأمور قد أفضل من اللاعب، وهذا حق طبيعي. اللاعب يكون ما يدرك بعض الأمور القانونية أو الأمور اللي تتطلب لها مثل إيجاد مخالصة، عكس مدير الأعمال أو مدير وكيل اللاعبين يكون معتمد حسب لائحة الاحتراف السعودي، ومعتمد أيضا يعرف كيف يتخارج بطريقة قانونية ونظامية. وإحنا نرحب بالأخ نواف، أهلا وسهلا فيك في النادي وتعال أي وقت، تأكد أننا أخوان وأن الأمور ستنتهي بطريقة حبية، لأن هذه رغبتنا أساسا أن يجد عبد العزيز السعران ولاعب دولي ولاعب متمكن ولاعب مكسب لأي فريق أنه يجد رزقه ويجد مكانته كلاعب في نادي آخر. وهذه الاحتراف، يعني ما يجب أنه اللاعب إذا والله انتهى حظه أو انتهى قدرته على اللعب في نادي معين أن يتم إغلاق الباب عليه لكي لا ينتقل. بالعكس نادي الشباب يرحب بأي لاعب لا يرغب فيه. أعلناها سبق لعبد عطيف وأعلناها لعبد السعران وأعلناها بالأكثر من لاعب، وطلعنا لعيبة كثيرة السنة والعام الماضي. مقابل إيش أبو الوليد؟ يعني هل ممكن تضعون بعض ربما يعني أو تشترطون مقابل مادي مجزي للاستغناء عن اللاعب، ولا يعني فقط تريدون استرداد ما دفعتم؟ والله تقديرا لخدمات عبد العزيز السعران وتقديرا لأنه ابن من أبناء النادي قد نتجاوز عن أشياء كثيرة. بالعكس احنا بالنسبة لنا نرحب بالأخ نواف كوكيل للأخ عبد العزيز ونقول له أهلا وسهلا فيك، تعال لنا النادي وخاطبنا بشكل رسمي أو قم بزيارة أخوية للنادي، وتأكد أن الأمور حبية جدا، وأهم شيء عبد العزيز يوفق في ناديه الجديد إن شاء الله. نعم، يعني الموقف هو موقف فني ليس له علاقة بموقف إداري. لا أبدا. وهذا عندكم المدرب ميشيل بوردوم، تستطيعون تسألونه في أي مؤتمر صحفي قادم عن عبد العزيز السعران سيجيبكم كل احترام. بالعكس أنا أتمنى أن ميشيل بوردوم يعني يغير رأيه وأكسب لاعب مثل عبد العزيز السعران. شكرا لك. بقي نقطة مهمة، وهي كما أسلفتم تقولون فريق رديف.
أو عدم وجود فريق رديف زي ما قال الأخ نواف. نعم يوجد حقيقة، يعني أنا أختلف مع الأخ نواف، واضح الأخ نواف ما عنده معلومة بهذا الشأن. يوجد فريق رديف، فريق الرديف فيه مدرب محترف ومدرب معتمد وتابع للفريق الأول، وتقارير يومية تصل لمدرب الفريق الأول، وفي أكثر من لاعب. والفريق الرديف لما يسافر الفريق ينضم اللعيبة اللي ما اختارهم المدرب إلى الفريق، وهي تمارين جماعية ويوجد أكثر من لاعب فيه. ويعني مثلا غدا عندنا مباراة، الذي لا يذهب الذي لم يذهب للمعسكر يكون بصحبة الفريق الرديف لكي طيب يكمل التمارين. القضية هي لا توجد تدريبات انفرادية، ولا يوجد أي عقوبة على الأخ عبد العزيز، ولا يوجد أي شيء يمنع من انتقال عزيز سارة. طيب، في أستغل وجودك والوليد، في أخبار ظهرت اليوم وأمس بشكل متواتر بأن عبد عطيف وقع للأهلي. عبد العطيف لا زال مرتبط بعقد مع نادي الشباب، ونادي الشباب يعني أثني على كلام الأخ عيد الثقيل، لن يغادر عبد العطيف نادي الشباب إلا باتفاق مالي يعود في مصلحته لنادي الشباب. يعني فقط لن نقف، احنا شيء يحسب لنادي الشباب، لن نقف في طريق عبد العطيف انه ينتقل. اذا اراد الانتقال فله ذلك، ولكن احنا دفعنا الكثير لعبد العطيف ويجب ان نستلم على اقل تقدير لو جزء من اللي دفعنا. شكرا لك ابو وليد. شكرا للاستاذ خالد البطار رئيس مجلس اداره نادي